بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 86 من دروس فقه السنة النبوية، وما زال غاكذ المحور الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم. هذه الحلقة 11 والموضوع جديد بوسا التوزيع قواعد وقيم. الحلقة ثامز وروث، الحلقة الأولى من موضوع التوزيع قواعد وقيم، والموضوع عن خدمة هذه الحلقة الأولى موضوع الهبة. أكون سميتي غيث مثلا الدور الصني عدان المسايد في الإنتاج قواعد وقيم، المسلايد في الاستهلاك قواعد وقيم، المسلايد آخر درس التداول نفكيث التداول قواعد وقيم. الساقيني أنفذو التوزيع قواعد وقيم. أيث مثلا المال الثجري فاسنيك بنادم شرع يفكي غد القواعد ذا يفكي غد لي فالور، يفكي غد القيم. أم كان نوزع المال، أم كي يوزع ربي سبحانه وتعالى، أم كي غد يومر الشرع، أما ذي القرآن، أم كي ولا ذي السنة، أم كي التوزيع للمال. ألف على مستوى الفرد، ب على مستوى الأمة. الساقيني ينفذو ألف على مستوى الفرد. الشرع سيدي ربي يفيق ندم كاري للتوزيع يري مذانا ولكن بطريقة مشروعة، بطريقة شرعية، بطريقة عادلة، بلا إفراط ولا تفريط. ثم زورث الهبة أمذان يكسبن الشيجري فاسنيس يسعى الحق أذيفك الهبة، يعني دوناسيون يوايض. والهبة يجي نهضر في اللاس الساقي الدرس بوسا. أولا تعريفها: الهبة تمليك للغير بلا عوض حال حياة الواهب. شو المعنى؟ يعني أمذان يكسب الشيء يزمر يهذو يوهب دوناسيون يفك يوايض النظام بلا عوض بلا مقابل. ماشي سينا يفكر الهبة يفكر مثلا يفكر ثحانوت هبة ولكن خلصي 400 مليون صافي ثغال ذي البيع. لا، البيع والشراء ونا وحدس. الهبة غتفكض باطل يوض من ربي، هذا ما كان. وباش تزاد يرون الحمالة القدر وهكذا كان دير النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حين تهادوا تحابوا. لذلك التمليك للغير أتفكض وايض وتيكسب بلا عوض، يعني باطل يوذ من ربي حال حياة الواهب. هذا القيد الثالث في هذا التعريف. المعنيس ذي الحياة خطر لو كان ضويت من موثغ ثغال الوصية ثغال تستامون، وقيد الفرق يلان ير الهبة كذ الوصية أو من الفروق. ولكن الهبة تتم حال حياة الواهب، يعني ذي ثوثرث بمذن ديف كان. حديث أبي هريرة خرجه البخاري كما قلت، مكد النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اثنين، النقطة الثانية طبيعتها، يعني الهباقي زمرتي الأعيان، زمرتي تمورث تزمورث ضخام تحانوت نغم منافع أتسك ضخاميون السنضثان ازدغيث وذمر ببطل السقوة عامين أتسك تحانوت السنضثان جيغاكت خدم ذيك التجارة السقوة عامين نغست فيك الطوموبيل السنضثان جاكت سمانة جيري فاسنيك ثقي، يعني ذي المنافع. أما كن ممكن ذي الديون مثلا يولد يرضى لي ذي من وايض، يعني وانا يحصل يرضى لستن ديون لدى الغير. من بعد سين تجي غاكثن يعني وسين تسارع، يعني هبة لك. في ثلاثة مقدار الهبة محددة شرعا. أولي لقانا الهبة مش الوصية، عفوا الوصية محددة ولكن الهبة غير محددة. وأكيد سي الفروق الجلانية الوصية كذ الهبة. الوصية محددة، لكن دير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد أبي وقاص: إلى الثلث والثلث كثير، يعني والما يجا تيستامون يوايض إلى قل ماكسيموم انتير ثلث، ما يسعى 60 يقتارن يسعى الحق يجي وصية تيستامون 20 انتير ثلث التسلت. ولكن الهبة لا حد لها. إزمريون يكسب 60 يقتارن اثني يفكاك يوايض هبة
بالشرط هذه العقليس هذه اللي تقعد نهضر بعد فلاسنت. إذن الهبة لا حد لها. لماذا؟ لأنها تتم حال حياة الواهب فقط من ناحية الشرعية. وللها ريون مثلا أتصفضي سعد درياس يفغاثني حرم سيتريكا أتيد يفذ السبا غادي يفكا كل أين يكسفي وياض زعما في سبيله أنت يبغى يحرم الراويس خاطي لا حيلة مع الله لا عبد ولا قرد يخدم يعني الحيلة أو كذا ربي سبحانه عز وجل باش هذه صدقي وياض هذه كل شيء وياض أنت هذه حرم الدرياس وهذه حرم مولانيس. نقطة 4 شروط الواهب وقال يفكن الهبان غير الهدية يجي لأن 4 شروط إلى قذيلين دي الشرعيث شرط مزور أن يكون عاقلا ولكن رفك الهبة إلى قذيل يسعى العقل ماشي ذا السفيه ماشي ذا درويش ماشي ذا مسلوب. شرط والسين إلى قذيل راشد يكون رشيدا بمعنى بلغ سن الرشد خطر ما إلا يسعى العقل ولكن ذاكروا ذي سعى 5 سنين 6 سنين وذي يروح هذه يفك طوموبيل وذي يفك يجاسد بافاس نسات يفكي وايض بافاس يجاس دا 5 يفكي وايض خاطئ لقذيلي بلغ سن الرشد. في 3 أن يكون مختارا غير مكره ماشي بالسيف أدي يروح يوم رويضة السيني بالسيف يدفكض تحانوت بالسيف يدفكض دوناسيون الطوموبيل لا لازم يكون مختار لأن الرضا لازم يكون رضا معتبر شرعا لازم يكون مختار بغير إكراه. الشرط 4 أن يكون مالكا للموهوب أو للشيء الموهوب هوري زمرا ينادي يفك ها غاوسا ما تشينس وري جوزار ذي الشرع إلى قذف كان يكسف نتسا ماذا خام ما تمور ثم تزمور ثم ذا ذري ما يفكاث بطيب خاطر سلفغيس تاقي يجوز. نقطة 5 الرجوع في الهبة على طريق يجوز يونس يفكا كادوي وضع بعد سين الريثيد مثلا يفكاس الفيستا هدية يبويا سلسل الغربة من بعد ثود الشتوى سيني ريد كان الفيستانينو خاطي تقول في جزارة في الهوارة من الناحية الأخلاقية النبي عليه الصلاة والسلام يناد لا يحل لرجل أن يعطي عطيته أو يهب هبة أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها يعني نيش أريد جزارة أستفقد هدية ومن بعد استدكصد إلا الوالد فيما يعطي ولده يفكاد الاستثناء لكسبسيا يندم إلى فافاس يفكا يسمي استغوسا الزمارة سيدير خاطر يزول الحرج خاطر فافاس رميس أهاث اللي فافاثن أذ يفك ثمورثي إميس من بعد يكتاد بلو يفكاري ويا السيد يكساسيني خاطي أتيد الرغم من الميموثة غتطورث ماكو التريكا مولاش هاد الشحنة غتجي يعني أين الشمثن يرد الرياس ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام يفكر هذا المثال المنفر ينادى ما كان ذاك جون أكرمكم الله يأكل أذيج فإذا شبع من المقروة قاء يعني يدير ثم عاد في قيئه من بعد ذي تشير النينس يعني الصورة يقول مثل الهوارة بدي مثل كان كيون كنا أكرمكم الله مقجون يتشال مكان بعد يرات من بعد يرات والشفي حارة الشمث الحديث هكي أخرجه الإمام أبو داود باش النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا وبعد ماشي مفك الهبة ذغا بعد من ميقدم سيني الريتسيد. إذا هذا الحديث رواه الإمام مسلم حديث طويل شوية في الأخيرينات فإن مثل العائد في صدقته ولي صدقا تغوسا بعد السنين الريتيد كمثل الكلب يعود في قيئه. بالمناسبة القانون تمورث الجزائر يعني قانون الأسرة الكود لا فامي ذي المادة الارتيكل 211 القانون النغي يدمد الحكم كي الهبة شرعا سيدي ربي يند المادة للأبوين حق الرجوع في الهبة لولديهما مهما كانت سنه إلا في الحالات الآتية يقيديثا طبعا اعتمادا على الفقه الإسلامي حالة مزورث إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له ما يفكا يسبب فاسمي السناسة يفكا 20 مليون أتزوجض ماشي مديه قثا مغرس يريد 20 مليون يخاطئ يفكا سني زواج داين انت يكشم ذي المشروع الزواج وثي تسرارة وثاقي ذاين يقرزن يعني ذي القانون يسعى نظر الفقه. الحالة الثالثة إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين ما لم يسدر بس يا بابا تولى صادق مليون
يحرصي فكيثيد يفكيس مليون من بعد يخلص الدين وسيقرر يثيد خطر لسداد دين وثقي ذا الساعة المبرر في الشرع ذا إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ما إلا ينسيفتكني يتصرف ذي يروح داين وسيقرر يثيد غاس يروحاي تغير ولو تغير طبيعته أو أدخل عليه ما غير طبيعته ما إلا يفدلاس يفكاس دوزال انت بعد يفناث يخدم ذين النظام أبراسين الريثيد خاطئ وذا المادة 212 ثناد الهبة بقصد المنفعة العامة رجوع فيها يولي فكا دخال يثدرث أم بعد وسي قرار ثيتيد ثدرث يفكا دخال أذفلون ديكس الجامع ماشي بعد ذي يندم سينيا وارثي دخل نينو ذاين يغال ذي الوقف يبنى ديكس الجامع زول ديكس الغاشي ذاين صافي ثاقي ذا ذي القانون ذي قرزن سواطاس وذي نساء نظار أرض شرعيث ثلاث ظاهرة للأسف وقاذ يعني تسكن الهبة الدريان سن ولا شيء ماشي ياكو هذه اختاريون السيسن نغيوث السيسن سيسيس أسيف كالهبة ويضوسين تسكرا ذاك إذا يندي تسجل الشحنة يردريا يناغذ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير يناد أن أباه يعني في كايس أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ياسين النبي عليه الصلاة والسلام يعني بفاس إن ياسين النبي عليه الصلاة والسلام إني نحلت ابني هذا إن يسميكي في كيغاس هدية هبة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الناس أكل ولدك نحلته مثل هذا هل تعرف فيك الدوناسيون في كذا كل هدية الهبة يوروي شوياض فقال لا الناس خاطي في كاس كان يواقي وثقلوا قلت يخدم نسا أتصفض أمازوز النين غمي سلام قرانين غيلي سني أسيف كوياضة ثني حرم وثقوا في جزارة يتمثلوا في جزارة ذي شرع سيدي ربي والنبي عليه الصلاة والسلام ماشو سينا إن ياس فقال لا بعد ناس فأرجعه إناس الراست يعني ناس يمي الراست أي غير خطر باش ذي العذل يرد الريا في رواية أخرى إناس النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أشهد على ذلك غيري فأنا لا أشهد على جور ناس نكون شهد غير في الباطل صافي اسمه الباطل وفي رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يعني ناس قد فربي خذ مثل عدل يردريان ون ولا قد خذ من محياف يردريان ون الحديث يصح يسفغيه الإمام البخاري أكذ الإمام مسلم ذي رواية النظام الناس النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن يعني الناس النبي صلى الله عليه وسلم مكس فرح أكو الدرياش أكذو عنك الملان الناس نعم الناس ما كنا تفرحض مكذو عنك الملان خاطر ضو عنك الشيني ذاغ وكتكغار الإذن باش تفكضيون وياض أثن تحرمض ذين الهيار ذي شرع ذاين أديون الشحنة أديون الحسد يرد الرياء على كل حال أحاديث في هذا الباب كثيرة رواية نظن أشو سين النبي صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا نسمة سياض دريا وياض ناس نعم قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا فكاسنك وياض فقال لا إن ياس فلا تشهدني إذن ناس وشهد غارة وتسيد غارة الشاهد في العملية قيل هباقي ناس فإني لا أشهد على جور يعني تصل روايات من الحديث أجي أغدي فيجن باللي أوريجو زرا أيث مثلا أمذان أذي فكي ونسقر ويسوى ذي حرم وياض إذن المطلوب هو وجوب التسوية لعذل يرد ريا ولكن أيث مثلا ثلاثين لو أين يجوز كاستثناء يؤكد القاعدة ما إلى لحاجة يونذي فكخام إيليس تسمع ظرث مسكينت تسمع ظرث يعني اونديكابي زواج ولاش والساعة خام والساعة غرغاز والساعة الدريا الساعة شي خام ما إلا فافاسيف كيس خام سبيسيالين تساثكان باش ذو الطمانة باش تيحرز ثاقي جوز أي غر ستين بروتكسيون حماية لها ثاقي الاستثناء ما إلا كذلك يسعيون ميسي يشتغلوا بالعلم طالب العلم
يحرش بزاف في قراطاس وكذا يفكاسها مصروف الزياده يمسني باش يكمل القرايه عليا هذا ثقي مبرر. المهم القاعده ادينيغ الشرع القاعده الاصليه وجوب التسويه الى قلع ذل يردريا اكن ملان، ولكن الاستثناء يونذ يفك حاجه يوثن تغوسه يونس قراويس لمسوغ شرعي لمبرر شرعي، معني لقد سيلي السبه سرسيفك زياده غفيه ولا شيء ثماثين اوها ربي الى قضي العدل. اما ذي الامور الماديه ذي الامور الماديه ذي الماديات ذي الارزاق الدونيث ذي الشين الدونيث، اما ذي الامور المعنويه ماشي ونكني وعرا أستقوذني مولان أسفكنا زال ذا مقران أين يفغى يقضى أين يوغي يخضى ماذونا كني لا مسكين جونتي رقيق حنين وينا أتحقرا أما ذا قشيش ما تقشيشت أيث مثلا إلى قن بعد محقرانيث وريجو زارا خطر بالقرآن الكريم يناد يوصيكم الله في أولادكم. معناه كني غدي وصى ربي وصاد الدريا باش الضعني مولان أذين ذي الطعنسن ذا ونفتسويارا باللي ربي وصى دي مولان باش تفرطنا الدريانسن وتنتضيعنا را وكذلك وخدمنا را محياف جرسن ذي ثيرا جغون ثلويث أرثم لليث سلام ربي في الأول. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.